علاش كنتفرجوا في كورة؟ السؤال اللي كيبان ساهل، ربما حيت كنبغيوها، ربما حيت كنستمتعوا بها، ربما حيت المنتخب ولا الفريق ديالنا لاعب على شي كومبيتيسيون. مي إلا وقفنا وفكرنا غادي نلقاو أن الأمر أعقد من هادشي، أعقد من مجرد 22 لاعب كيجريو فوق التيران على كرة. في كل مسابقة قارية ولا عالمية كنلقاو الملايين ديال الناس كيتفرجوا في الدار، في القهاوي، كلشي كيولي كيحلل، كلشي كيولي مدرب، كلشي كيغوت، حتى كيولي الماتش قادر يغطي على حدث في السياسة والاقتصاد كاع، وبعض المرات يقدر يشغلك على الأخبار ديال الحرب كيف واقع علينا اليوم مع الحرب ديال إيران. فكيفاش قدرت هاد اللعبة البسيطة تولي هي اللغة المشتركة بين الناس، أو كيفاش رجعات كرة قادرة تصنع لينا واحد الفرح جماعي ولا غضب جماعي بشكل اللي ما قدراتش تديروا أي مؤسسة اليوم. وسط التيران ما كنلقاوش غير المشجعين، كنلقاو هويات اللي مبدله، كنلقاو ذكريات، كنلقاو صراعات، كنلقاو الانسان كيقلب على انتصار. داك اللحظه اللي يقدر يدوب فيها وسط الجماعه ولا مع الجماعه باش يلقى ما يعاود عليه الناس اللي غادي يتلاقى في حياته. وربما على هادشي يختلفوا الناس في الكره، فكاين اللي كيشوفها واحد السيرك اللي كبير، لا كتصنع لك الفرجه وكتشتت الناس على القضايا الحقيقيه، وبالنسبه ليهم كرة مجرد مزاج جديد الخبز والفراجه اللي كان شحال هادي، وكتعطي للناس واحد لا دروغ باش تنسيهم على الاسئله الكبيره اللي عندهم في حياتهم. وفي جهه مقابله كنلقاو الناس اللي فاتوا الحدود في التشجيع ووصلوا للتقديس كاع، ناس تحولات كرة عندهم من هوايه لهويه او لعقيده، رجع المورال ديالهم معلق بالريزلطه ديال الماتش. وبين هاد جوج ديال الانواع كاين واحد الموقف كيشوف كرة على داكشي اللي خصها تكون عليه، لعبه فيها مساحه ديال المتعه، لحظه كيرتاحوا فيها الناس من داك الضجيج والضغط ديال الحياه، وكيهرسوا داك الرتابه ديال الحياه بساعتين ديال الفرجه. لكن في 2026 رجع السؤال معقد اكثر، رجعت كره واحد الصناعه اللي كتصرف فيها المئات ديال الملايير وكتحظى بواحد التغطيه اعلاميه اللي كبيره، كتاثرها السياسه والاقتصاد، وهي واحد الاداه الكبيره ديال النفوذ والتاثير، وربما رجعت اقوى اداه ناعمه في هذا الوقت هذا. هنا كيبرز السؤال المهم، واش نقدروا نستمتعوا بكره بلا ما نرجعوا حنا اداه داخل المنظومه، او واش نقدروا نشجعوا المنتخب الوطني ولا الفرقه اللي كنبغيو بلا ما نفقدوا القدره ديالنا على التفكير النقدي، او نقدروا نفرحوا بداك 90 دقيقه وفي نفس الوقت نخلي واحد ليسباس اللي معتبر يخلينا نفهموا الكواليس. هادشي بالضبط اللي غادي نحاولوا نتعرفوا عليه اليوم. ما غادي ندافعوا على كره، ما غادي نهاجموها، غادي نحاولوا نفهموا كيفاش رجعت كره واحده من اهم الظواهر الاجتماعيه والسياسيه في هذا العصر، وكيفاش تحولت من مجرد لعبه لواحد القوه كتشكل الوعي والهويه والانتماء ديال الناس. كانت حاجه كتكشف لنا علاقتنا مع الكره فهو الاختلاف اللي كاين عليها، حيت هي من الظواهر الاجتماعيه القليله اللي اجتمع حب وكره الناس عليها. ودابا السؤال المهم هو علاش كنتفرجوا في الكره؟ هو سؤال غبي ياك. الناس ما كيسولوش راسهم هذا السؤال اصلا، وما كيتفرجوا بحال اللي كيتفرجوا في الاخبار حيت ولفوا يتفرجوا في كره. ولكن الا وقفتي شويه يبان لك السؤال، كيفاش لعبه بسيطه فيها 22 لاعب كيجريو مور كره رجعات لغه مشتركه بين مليارات الناس، كيفاش جول واحد يقدر يقلب مدينه ما يخليهاش تنعس، كيفاش يقدروا هاد الملايين يجلسوا ساعتين قبل التلفازه وعارفين ما غادي يتغير والو في حياتهم اليوميه. كنظن ان الجواب على هذا السؤال كيكمن في الطبيعه ديال الانسان، حيت هو عكس داكشي اللي كنتخيلوه، هو ماشي كائن اللي كيعيش غير على الحقائق بوحدها، هو كيعيش على القصص. وكيف كانوا جدودنا شحال هادي كيجلسوا على العافيه ماشي عليها زعما كيجلسوا حداها وكيعاودوا الحجايات وكيبغيو يسمعوا البطل اللي ربح وداك الغول ولا داك العملاق اللي طاح وقضاو عليه، وشي حد جا من المجهول هو اللي غيصنع المجد لداك الناس. فاحنا بالفطره كنبغيو داك الترقب وداك السوربرايز وداك التوتر ديال شنو غيوقع من بعد. وكره ما كتختلفش على الحجايه، كاين اللي كيدخل من الديبار باش يدي لا كوب وكيخسر، كاين اللي داخل ما دايها فيه حتى شي واحد كيرزق هو اللي داي لا كوب. وهذا هو اللي كيعطي الكره متعه، هو داك لا يقين بالريزلطه اللي كدور بها، حيت السيستم اللي عايشين به خلى واحد الرتابه، عارفين فاش خدامين وداكشي اللي غنديروا اليوم وداكشي اللي غادي نديروا غدا. ولكن في التيران
ديما كاين داك المفاجأة، واخا يكون الفريق ديالك ضعيف يقدر يربح، وداك الانتماء اللي كيعطيك كيخليك تحس باللي راك أنت جزء من داك الجماعة. وحتى التواصل كيخليك تتواصل مع الناس وكتلقى التأييد في الهضرة اللي كتقول. كلشي كيفهم في الكورة وكلشي كيهضر عليها بعيدا على أعباء الدراسة ومتطلبات الحياة. وهنا فقط كيكون من حقك تكون خبير ولا محلل بلا قراية. الكورة كتقدر تعطي للناس شوية ديال الأمل في واحد الحياة اللي واقعية وكلشي فيها محسوم. الفلوس كتجيب الفلوس، السلطة كتجيب السلطة، والفرص خصها الزبونية. أما التيران المنطق مبدل، لاعب مجهول يقدر يتحول لبطل في ليلة واحدة في ماتش واحد، كيف وقع مع الحارس ديال الرأس الأخضر اللي ما شاء الله راه غادا 12 مليون متابع في أقل من 48 ساعة. الناس ما كتعشقش كورة حيت زوينة، مي باش يشوفوا فيها الانعكاس ديال الرغبات اللي عندهم هنا، وما عندهاش فرصة تخرج للواقع. واخا هكاك هادشي اللي قلنا كامل ما كافيش باش نفهموا كورة، حيت هي خرجت من الزون ديال الرياضة الشعبية ورجعت واحدة من أهم الأدوات اللي كتأثر في الاقتصاد، في السياسة، وحتى في الثقافة. شحال هادي كان النفوذ ديال الدول كيكون بقوة ديال السلاح، الدبابات، الترسانة العسكرية. اليوم رجع الأمر معقد أكثر، حيت يقدر بنادم يكون ساكن في شرق آسيا عمرو ما عرف المغرب فين جا كاع ولا باش كيهضروا وشحال هي المساحة ديالو، ولكن كورة خلاتو يعرف هاد الرقعة الجغرافية وكبرات عنده الفضول يجي كاع يزورها. واخا هاد الحق ديال إشباع الفضول ما عندناش كاملين على أيين. هنا كيولي الدور ديال الكرة مهم بالنسبة للدولة، حيت كتعرف أن الفعالية ديال التسويق المنتخب ديالها في هذا الباب حسن بزاف أنها دير حملات إعلامية. يكفي أنك توصل للدومي فينال كيف دار المغرب، كلشي يولي كيعرفك، كلشي يشجعك. ومن المثير أن هذا الاهتمام الكبير ماشي غير عند الأنظمة ديال الدول، راه كاين اهتمام أكبر بكثير عند الشركات. فالعلامات التجارية الكبيرة راه كيتسابقوا باش ياخذوا السبق كإشهار، يديروا عقود إعلانية وغيرها. وبقدر ما كيصرفوا هاد العلامات التجارية ولا هاد الشركات بقدر ما كيدخلوا أرباح أنا ويا كاع ما نعرفوا نحسبوها. فالمنتخبات اليوم هي راه ما كتمثلش غير كرة، كتمثل فردية وطنية لا بغينا نقولوا، كتمثل قصة نجاح، تحدي، صمود، وحتى الهوية. ومنين كتفهم هاد النقطة هادي كيولي ساهل عليك تفهم علاش بعض الماتشات عندهم واحد الاهتمام اللي سياسي وإعلامي كبير، كيف كان دومي فينال ديال فرنسا والمغرب. غير هو منين تنقولوا أن كرة أداة القوة الناعمة، هذا ما كيعنيش أنها بالضرورة فيها واحد المؤامرة كبيرة، حيت هذا بالنسبة لي تبسيط مخل، حيت فعلا الأمر معقد. القوة الناعمة ما كتخدمش بالإكراه، هي ما كتجبركش تفرج، هي كتيريك لعندها، حيت الدولة ما كتطلبش منك أنك تشجع المنتخب، ولكن كتقدمها لك بواحد الطريقة اللي كتخليك تبغيها. دابا واش الفرجة في الكرة كتعني أنك قبلتي بهذا السلاح الناعم؟ شوف أنا من طبعي ما كنآمنش بالتبسيط السطحي للحوايج اللي معقدة بزاف. دابا أنت كتفيق من النعاس كتلقى دي ميساج في الكونط ديالك، كتقرا كتوبة كيأثروا عليك، أفلام والموسيقى كتأثر عليك، حتى لي ريزو سوسيو وحتى الإعلانات. وإلا اعتبرنا أن مجرد هذا التفاعل كيعني القبول ديال الإنسان بهذا الباك هذا كامل، فالإنسان خصو ينسحب من هذه الحياة، حيت لا باز ديال المشكلة ماشي هي أنك كتعرض للتأثير. أن اليوم هاد عملية التأثير لا مفر منها. المشكلة عندنا هي في غياب الوعي بهذا التأثير، لأنك تقدر تستمتع بواحد العمل بلا ما تولي فوتوكوبي ديالو. صحيح ما غاديش نختلف معاك أن الكرة ولات كتحمل أبعاد سياسية اقتصادية وإعلامية اللي واضحة، وفي نفس الوقت كتحمل أبعاد إنسانية حقيقية ما نقدروش نكروها. كتحمل المتعة، كتحمل الشغف، الانتماء، الذكريات المشتركة، وحتى اللحظة ديال داك الفرح الجماعي. ولعل من الأخطاء الفادحة اللي كيقوموا بها بعض النقاد أنهم كيتعاملوا مع كرة ولا مع كل أشكال الترفيه باعتبارها أدوات ديال التخدير، بحال إلا الإنسان الجاد ولا الإنسان المثقف ما خصو يضحك، ما خصو يتفرج. أنا بالنسبة لي أخطر أشكال القوى الناعمة ماشي اللي كنعرفوها، كنظن هي اللي ما كنعرفوهاش، حيت الكرة عارفين شكون موراها الأبعاد السياسية والاقتصادية، وهذا اللي كيخلي العلاقة ديالنا مع الكرة متوازنة. يعني تقدر تعيش الأجواء
ديال بطوله معينه، كاس افريقيا، كاس العالم، وعارف القوالب اللي موراها بلا اي تناقض. ربما في هذه الحلقه ما هضرناش على كره، بقدر ما هضرنا على المشجع اللي ديما تيقلب على شي ستوري يعيشها، شي قصه يعيشها، ولا جماعه ينتمي ليها، وبين داك الرفض المطلق وداك الولع المطلق غتبقى ديما كاينه واحد المساحه ديال الوعي. في هذيك المساحه نقدروا نستمتعوا بكره، نقدروا نفهموها، ونحافظوا بالوقت الكافي لراسنا باش نمارسوا الحريه الفكريه وحنا كنتفرجوا.